المشكلة التانية بقى اللي هنتكلم فيها برضو سنة أولى جواز. أما عن الحاجة التالتة اللي هنتكلم فيها فهي أسس اختيار شريك الحياة بشكل عام. إزاي نختار شريك حياتنا؟ اول حاجه يعني أنا ليه رجعت لك؟ لأنه بما إنه أنت إيه اللي مريتي بقى بالتجربة دي، يعني أنت الوحيدة اللي فينا يعتبر خلاص شكرا شفتيها على طبيعتها. تمام. اول حاجه احنا بنبص، سواء بنت او ولد، بنبص الاول للدين. هل الشخص ده متدين؟ هل هو مش الدين اللي هو التشدد، لا. يعني ابسط حاجه احنا بنأدي الفروض الخمسه اللي علينا. هل لما الاذان بيدن ليه احترامه مثلا بنبقى مشغلين الكاسيت ده بيوطى؟ هل مثلا انا بلاقيه مثلا واقف حتى في صلاه الجمعه يصلي الجمعه، مش شرط حتى الفروض واحده واحده، يعني حتى صلاه الجمعه. طيب، تاني حاجه ببص على العيله بتاعته. لان انا مش بناسب شخص، انا باخد العيله كمجمل، انا بنقي عيله هعيش فيها واولادي هيعيشوا فيها وهيكتسبوا منها بعض العادات والتقاليد، بعض السلوكيات. فهل انا متقبله العادات وتقاليد العائله الاخرى؟ ده سواء للرجل او للفتاه. هل انا مختاره صح يعني العيله دي؟ تالت حاجة، أبدأ إن أنا أحط أسس معينة قبل الجواز، ولتكن الحاجات اللي أنا مش هقدر إن أنا أستغنى عنها، زي مثلا إن أنا بشتغل ومش هقدر أقعد في البيت. لازم أن تكون دي حاجة متفق عليها من قبل الجواز. وبالنسبة لي أنا كشيماء، أنا الحنية بتفرق معايا. اللي هو اللي قلبه فيه حنية عشرته فيها الأمان. صح يا سارة؟ هو انت قلتي كلام صح، بس في برضك يعني نقط كده انت سايباها. يعني اهم حاجه ان الشخص ده يكون اخلاقه عاليه، ده اول حاجه. وحنيه، تمام، احنا كلنا بنبقى عايزين الحنيه. تاني حاجه اللي هو احنا عايزين الشخص اللي قدامنا ده يدعمنا. يعني عندك شخص مثلا ممكن يدعم اللي قدامك، وفي شخص اللي هو يحبطك. يعني انت مثلا بيبقى قدامك حلم انت عايزه تحققيه، ممكن تلاقي اللي يساعدك في كده، وتلاقي اللي يقولك لا انت ازاي كده، انت ازاي بتعملي كده. لا بالعكس، احنا بندور اصلا على الشخص اللي احنا بيدعمنا وبيشجعنا دايما في حياتنا. صح، تمام. اما بقى بالنسبه للحته الاهم والاهم طبعا هي حته الاخلاق اللي قالت عليها ساره. هي مهمه جدا وكل حاجه، بس هيجي واحد يقول لك ما كلنا اولاد ناس وكلنا متربيين. لا، بتفرق. ما احنا كلنا اولاد ناس وكلنا متربيين. ايه، كلنا اولاد ناس واكيد كلنا ما متربيين. بتبانش الا بالعشره. ما بتبانش الا بالعشره. طبعا. طيب برضو في حاجه تانية، ممكن يبقى حنين في اوقات معينه وممكن يكون بيصطنع الحنيه علشان يقدر ياخد مغزى او غرض معين. ما بتبانش الا في المشكلات. ما هو فترة الارتباط والخطوبة اللي معمولة قبل الجواز لازم تكون فترة كافية بحيث ان انا امر فيها بمواقف مع الطرف الاخر، وده اللي بيغفل عنه السن الصغير. يعني كل ما البنت كبرت، كل ما فهمت، كل ما عرفت، كل ما فادت نفسها اكتر، كل ما اختارت الشريك الدائم للحياة، مش الشريك اللي هو طبعا. سنتين واتعب منه. لا، هو ده فعلا. هو احنا لازم ننقي اصلا الشخص الكويس اللي هو بالعشرة احنا هنعرف فعلا الشخص ده مناسب لينا ولا لا. وبرضك لازم نختار الاهل، لان احنا بنناسب عيلة مش بنناسب شخص. صح. 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 طيب الغيره بقى